السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال ثالثة ثانوي 2025 إن شاء الله. بقى النهاردة آخر درس في كتاب التفوق في التكاثر اللي هو الإخصاب وعملية الإيه وعملية الحمل. زي ما احنا متعودين احنا بنحاول إن احنا واحنا بنحل إن احنا نشرح ونحاول إن احنا نركز ونستفيد من الإيه من حصة الحل، عشان أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أجمع فيها الأفكار وإن أنا أشرح فيها المنهج بحيث إن هي تبقى كأنها مراجعة كمان وأنت بتذاكر. فالناس بقى اللي بتبقى زي تسرع الصوت على 2 زي شهد مثلا وزي ابراهيم وزي فاطمه، يعني حاول تقلله شويه سيك، يعني قلل عند 1.5 يا عم حتى تسمع الشرح، مش لازم ان احنا عشان نعلم. طبعا بالنسبه للطلبه بتوعي احنا متفقين ان انت هتعلم وتدي لنفسك درجه، وبعد كده انا هناقشك في الغلط اللي انت غلطت فيه. يعني انت هتشوف الغلطات اللي موجوده عندك معايا وانا بشرح، وبعد كده احنا هنتناقش في الغلطات ديت تاني. يعني ما تقومش جاي تسمع الفيديو وبعد كده تقول لي، اقول لك يا حبيبي انت غلطت في كام غلطه، تقول لي يا مس انا مش عارف، انا كنت بسمع الفيديو بس. لا، يعني معنى كده ان انت نصاب. انت معناه ان انت حليت، ان انت اشتغلت معايا وحليت ورا حلي. انا مش عاوزاك تحل ورا حلي، انا قايله لك من مره حل انت وبعد كده راجع صحح لنفسك ورايا في الحل. المهم نبتدي بقى ونصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك الجدول المقابل بيوضح قطر اجزاء مختلفه من قناه فالوب. الأجزاء ديت بيقول لك في أي هذه الأجزاء بتحدث عملية الإخصاب، في الجزء س ولا الجزء ص ولا الجزء ع ولا الجزء ل. طب تعالى كده نرسم مع بعض قناة أصلا إيه فالوب، الحتة اللي هي موجودة عندنا في قناة فالوب. إحنا كنا بنقول أدا عبارة عن مين؟ عبارة عن الرحم وده المبيض. وهنا قلنا ان كل قناه من قناتي فالوب بتبدا بفتحه قمعيه. الفتحه القمعيه ديت اللي هي بتبقى جزء كبير. حتى لو انت بصيت في الرسمه بتاعه المدرسه هتلاقي ان انت عندك الجزء ده البدايه بتاعته بتكون واسعه، اللي هو التلت الاخير من فالوب بيكون اصلا ايه، بيكون واسع عن بقيه الاجزاء. والتلت ده هو اصلا اللي بيتم فيه ايه، هو اللي بيتم فيه اخصاب البيض. يبقى معنى كده ايه يا برنس؟ معنى كده ان احنا عندنا الحته اللي هيبقى فيها القطر عالي يبقى معنى او كبير، هي ديت المنطقه اللي هيحصل فيها عمليه الاخصاب. طب هو بيقول لك عند س القطر 2/10 وعند ص 5/10 وعند ع 1 سنتي وعند لام، واحنا لسه قايلين دلوقتي اللي هي الحته اللي هيبقى فيها القطر الكبير هي اللي هيحصل فيها عندها عمليه الاخصاب، يبقى هي عند الجزء ع. طب بيقول لك الشكل المقابل بيوضح جزء من عملية الإخصاب، ادرسه ثم أجب. بيقول لك أي مما يلي صحيح عن الخطوة الموضحة عندك بالشكل. الرسمة اللي قدامنا بتوضح اللي هي مرحلة الإخصاب. ده بدأ الجسم القمي يفرز معانا إفراز إنزيم الهيالورونيز علشان يدوب مين؟ عشان يدوب الحتة دهيت اللي هي عبارة عن غلاف البويضة المتماسك بفعل حمض الهيالورونيك. صح؟ طيب هو بقى بيقول لك ايه مما يلي صحيح؟ بيقول لك يمكن ان يقوم بها حيوان منوي واحد. لا، احنا قلنا ان العمليه ديت اصلا بيبقى في حيوانات منويه كتيره داخله علشان تهاجم مين؟ تهاجم البيض، وبتبقى داخله في المنطقه اللي الاولانيه ديت اللي هو غلاف البويضه المتماسك بفعل حمض الهيالورونيك. لكن هو بيبقى في حيوان منوي واحد اللي هيقدر يعدي ويوصل عند الجزء ده اللي هو عباره عن الغشاء البلازمي. يبقى هنا بيقوم بها أكتر من أي مما يلي صحيح عن الخطوة الموضحة. يمكن أن يقوم بها حيوان منوي فقط اللي هو يقدر يدوب غلاف البويضة. قلنا ديت لا، في أكتر من واحد يقدر يعمل. بيتم فيها إذابة غشاء البويضة. الغشاء يا حبيبي ده عبارة عن الغشاء البلازمي، الغشاء البلازمي اللي هو الجزء ده هو عبارة عن الغشاء البلازمي اللي هو أصلا لما بيوصل للحيوان المنوي كده خلاص بتقوم جاية. عارفين الكور الحمراء دهيت؟ تبدأ بقى الكور الحمراء دهيت تكون بقى الغلاف المتماسك اللي هو يقوم جاي محوط بغشاء الخلايا. غير بقى الغلاف ده غير حمض الهيالورونيك، لا ده بيبقى حوالين بقى الغشاء البلازمي، يبدأ ان هو يكون مادة تمنع اختراق اي حيوان منوي آخر. يبقى بيتم فيها إذابة غلاف البويضة غشاء البويضة ديت. لا، بتحدث في الثلث الأول من قناة فالوب، مش في الثلث الأخير من قناة فالوب. بيتم فيها إذابة غلاف البويضة ديت. صح؟
هي ديت الجزء اللي صح، اللي هو بيتم فيها الزابط غلاف البويضة المتماسك بفعل حمض الهيالورونيك. طب بيقول لك الشكل التخطيطي المقابل. الشكل التخطيطي المقابل بيعبر عن تركيب قناة فالوب في الإنسان. ادرسوا جيدا ثم أجب. أي العبارات التالية بتعتبر عبارة صحيحة؟ هو بيقول لك دي منطقة س وده منطقة ص وده قناة فالوب. الحيوان المنوي لما الحيوان المنوي بيتنقل منين بيروح لفين؟ الحيوان المنوي لما بيجي بيتنقل الأول أدا الحيوان المنوي بيجي من هنا، وبعد كده بيقوم جاي رايح عند قناتي فالوب. يعني هو بيتحرك كده في اتجاه مين؟ اللي هو بيكون موجود هنا المبيض، في اتجاه المبيض. والبويضة المخصبة لما بتتحرك في الاتجاه ده اللي هو في اتجاه في اتجاه الرحم. طب تعالى بقى نرجع تاني للسؤال بتاعنا. هو بيقول لنا أدا اتجاه الحيوان المنوي رايح كده، يبقى الحيوان المنوي رايح فين؟ رايح عند المبيض. وكان طالع اصلا منين؟ طالع من عند منطقة الرحم. طب بيقول لك بتتحرك اهداف قناة فالوب في الاتجاه عين. لا، اهداف قناة فالوب بتوجه البويضة المخصبة نحو الرحم، اللي هو في الاتجاه المفروض في الاتجاه هنا. طيب او في عكس الاتجاه عين، يبقى ديت غلط. تمثل منطقة س هي بداية، بتمثل المنطقة س هي بداية فالوب. لا غلط، المنطقة س هي تعتبر نهاية قناة فالوب اللي هي من عند الرحم. تمثل المنطقة ص تجويف الرحم. قلنا ديت لا، ده هي اصلا س هي اللي تجويف الرحم. تمثل المنطقة ص هي المبيض اللي احنا كاتبينها، هي دي اللي بتمثل المبيض. طب بيقول لك في الشكل المقابل، بيقول لك إذا علمت أن أحد الرجال تستطيع كل خصية عنده إن هي بتنتج 4 مليون خلية من النوع A بشكل دوري، فيمكن اعتبار الراجل ده عبارة عن ايه؟ طب تعالى كده، هو الخلية ديت أصلا هي عبارة عن ايه؟ انت تعالى لو جيت على ديت حيوان منوي صح؟ طيب والحيوان المنوي جاي من طلائع المني، وطلائع المني جاية من خلية منوية ثانوية، والخلية المنوية الثانوية جاية من مين؟ جاية من خلية منوية أولية. يعني معنى كده إن الخلية إيه؟ هي عبارة عن خلية منوية أولية. طب الخلية المنوية الأولية ديت مالها؟ الخلية المنوية الأولية، كل خلية منوية أولية قلنا بتحصل إيه؟ بيحصل لها انقسام ميوزي أول. لما بيحصل لها انقسام ميوزي أول بتدينا 2 خلية منوية ثانوية، وكل 2 منوية ثانوية تعمل انقسام ميوزي ثاني، فبتدينا 4 طلائع منية. والأربع طلائع منية ديت بتدينا 4 حيوانات 4 حيوانات منوية. تمام؟ يعني معنى كده ان كل واحد خلية منوية بتديك كام؟ بتديك 4 حيوانات منوية، صح يا سكرة؟ طيب انت معاك كام؟ انت معاك 4 مليون حيوان منوي. ال4 مليون حيوان منوي هيدي لك س، يبقى س بيدي لك كام؟ 4 في 4 يبقى هيدي لك 16 مليون حيوان منوي. طب انا بتكلم على كام؟ انا بتكلم على خصية واحدة، يعني ده انتاج خصية واحدة، يبقى انتاج الخصيتين كام؟ هيكون 16 في 2 يعني 32 مليون حيوان منوي. طب احنا قلنا امتى الذكر يبقى عقيم؟ الذكر قلنا عقيم لما بيكون عدد الحيوانات المنوية بتاعته اقل من 20 مليون حيوان منوي او اقل. طب هو دلوقتي بيطلع كام؟ ده هو دلوقتي بيطلع 32 مليون حيوان منوي، يبقى ذكر عقيم؟ لا، يبقى ذكر خصب. طب نشوف بقى خصب عشان ايه؟ يبقى الف وب هو عقيم، يبقى ده وده كده خلاص انا بلغي من الاختيارات. يبقى هو خصب لزيادة عدد الحيوانات المنوية عن 20، ولا خصب لزيادة عدد الحيوانات المنوية؟ احنا قايلين هو مطلع 32 مليون حيوان منوي، يبقى خصب لزيادة عدد الحيوانات المنوية عن 20 مليون حيوان منوي. طب السؤال اللي بعده بيقولك بيوضح الشكل عدد الحيوانات المنوية واحتمالية إخصاب البويضة في أنثى الإنسان، أي مما يلي يمكن استنتاجه من الشكل، ومديك الاحتمالات. عدد الحيوانات احتمالية الإخصاب لما يكون 100 مليون حيوان، لما يكون 100 حيوان منوي بتبقى قليل، لما يكون 200 بتبدأ تزيد، لما يكون 300 بتبدأ تزيد، لما وصلت 400 كانت أعلى ما يمكن. طب هنا بقى بيقولك بزيادة عدد الحيوانات المنوية عند حد معين بتقل عملية إخصاب البويضة؟ لا. طيب بزيادة عدد، ده احنا بنقول كل ما زاد عدد الحيوانات المنوية هي زادت احتمالية الإخصاب.
بزيادة عدد الحيوانات المنوية تزداد كمية الهيالورونيز لغاية دلوقتي ديت صح. ولما هتزيد كمية الهيالورونيز يبقى هيسهل يبقى سهل علينا ان هو يتم عملية إذابة البويض. لكي يحدث العقم لابد من وصول الحيوان عدد الحيوان ديت غلط بالتلات. ليس هناك علاقة بين عدد الحيوانات المنوية، ده هو أصلا مدينا علاقة هي بينهم، يبقى أصلا حتى بالاستبعاد هي ما تنفعش معانا غير الإجابة ب. طيب في السؤال اللي بعد ده بيقول لنا ادرس الرسم البياني المقابل الذي يوضح تركيز بعض الهرمونات لدى أنثى الإنسان خلال 28 يوم، ثم حدد ماذا يحدث في حالة وصول الحيوانات المنوية إلى قناة فالوب في الفترة ص. طيب أول حاجة احنا نشوف هو مدينا أصلا اللي مدينا الهرمونات عبارة عن ايه، اللي هو هرمون ال FSH وهرمون ال LH، وده الفترة صاد. فهو بيقول لك ايه اللي هيحصل لو وصلت الحيوانات المنوية الى قناة فالوب في بداية الفترة صاد. الفترة صاد اللي هي مرحلة نضج مين؟ مرحلة نضج البويض. طب تعالوا نتكلم على الحتة ديت كده شوية. احنا بنقول ان امتى البويضة بتتحرر؟ قلنا ان البويضة بتتحرر اصلا في اليوم ال14 من بدء الطمس، صح؟ وبتفضل جاهزة الإخصاب لمدة من يوم إلى يومين، تمام؟ وبتفضل موجودة عندنا في قناة فالوب. وصل لها بقى الحيوانات المنوية المناسبة. قلنا إن في نفس الوقت إن الحيوان المنوي بيظل حي داخل الجهاز التناسلي الأنثوي لمدة من كام؟ من مدة من 2 إلى 3 أيام. فالفترة المناسبة لعملية الإخصاب والحمل بتبقى من اليوم ال12 لغاية اليوم ال16. في اليوم ال12 ليه؟ قلنا في اليوم ال12 لو الحيوانات المنوية وصلت لفالوب في اليوم ال12 في الحالة ديت هي هتعيش 12 و13 و14، يعني هتعيش لغاية يوم تحرر البويض ونفس الكلام. طب وصلت بعد اليوم ال16 يعني بعد ال16 لو وصلت الحيوانات المنوية مش هيحصل لا يحدث إخصاب، مش هيحصل إخصاب. ليه؟ لأن البويض أصلا بتكون خلاص ضمرت. طيب قبل اليوم ال12 في الحالة ديت برضك لا يحدث إخصاب. علشان ايه؟ عشان الحيوانات المنوية هتموت قبل تحرر البويض. طيب في السؤال بتاعنا أصلا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو وصلت الحيوانات المنوية، احنا خدنا ان احنا عندنا في مراحل اللي هي في مرحلة الطمس اللي بيحصل فيها تهدم لبطانة الرحم، وبعدين مرحلة نضج البويضة، وبعد كده مرحلة التبويض. طب في مرحلة نضج البويضة دهيت اللي هي بتبقى من اليوم الخامس من بداية الطمس لغاية اليوم ال14 من بدء الطمس. لو وصلت الحيوانات المنوية هي البويضة بتتحرر واحنا قلنا من اليوم ال12 الى اليوم الكام؟ ال16 من بداية الطمس. لو وصلت في البداية يبقى هي قبل ال12 احنا لسه كاتبين قلنا ايه؟ قلنا هتموت الحيوانات المنوية، مش هيحصل اخصاب لموت الحيوانات المنوية. بعد اليوم ال16 قلنا مش هيحصل فيها عملية اخصاب، بس مش هيحصل فيها عملية اخصاب ليه؟ قلنا لضمور مين؟ لضمور البويض. يبقى هنا في الحالة ديت اللي هو بقى السؤال بتاعنا، بيقول لنا في المرحلة صاد هو ايه اللي هيحصل لو وصلت الحيوانات المنوية في بداية المرحلة اللي انت بتقول عليها دي يا عم، يعني اللي هو في مرحلة نضج البويضة اللي هو من اليوم الخامس لفوق. في بداية المرحلة كده استحالة ان هو يحصل فيه اندماج، مش استحالة ان هو يحصل فيه اصلا التقاء للامشاج. يبقى عدم حدوث اندماج للامشاج وعدم حدوث اندماج للامشاج عشان اصلا الامشاج ايه؟ مش هيحصل لها، لن تلتقي ليه؟ عشان البويضة هتطلع في اليوم ال14 هتكون الحيوانات المنوية ديت اصلا كلها ماتت. طب بيقول لنا اي الانويه الموضحه بالشكل بتحتوي على 46 جزيء دي ان ايه، اللي هي نفس الجزئيه اللي انتوا بنتلخبط فيها، او يعني في ناس بدات تظبط الموضوع معاهم. احنا قلنا ناتج الانقسام الميوزي بيكون عبارة عن ايه؟ الميوز الاول بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن ماشي اوكي، بس بيبقى في 23 كروموسوم. ال 23 كروموسوم بيكون ثنائي الكروماتيد. قلنا الشكل بتاعهم
بيكون الكروموسومات اللي هو شكل الكروموسوم المتعارف عليه، و23 كروموسوم ثنائي الكروماتيد يعني 46 كروماتيد يعني 46 جزيء دي ان ايه. لكن بالنسبة لنواتج الانقسام الميوز الثاني بيبقى النواتج بتاعته ايه؟ بتبقى عبارة عن نون، يعني عدد الكروموسومات مش متغير اهو، بس بيكون عبارة عن 23 كروموسوم. ال 23 كروموسوم دول بيكونوا احادي الكروماتيد. يعني كام؟ يعني 23 كروماتيد يعني 23 جزيء دي ان ايه. طب نشوف بقى السؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا بيقول لنا هو اي واحدة من دول، بيقول لك اي الانويه الموضحه بشكل بتحتوي على 46 جزيء دي ان ايه. 46 جزيء دي ان ايه ده هو يا عم، ده اللي هيكون ايه؟ ده اللي هيكون نواتج الانقسام الميوزي الاول. طب احنا دي مرحله ايه؟ دي مرحله اخصاب اهوت يا مس. طب ايه اللي هيحصل؟ انت بص شوف الحيوان المنوي اصلا رايح على ايه؟ رايح على فين؟ الحيوان المنوي رايح عند ليه؟ عندي ايه؟ الحيوان المنوي راح اندمج الاول مع الجزئيه ديت علشان يبدا يدينا البويضه. ليه؟ البويضه المخصبه اللي هو هيحصل فيها عمليه اندماج ويتكون جسم قطبي زائد زائد البويضه. ده راس الحيوان الحيوان المنوي. هتبدا ان هي تروح وهتبدا ان هي تندمج مع الجزء ده اللي هي عباره عن مين؟ الخليه اللي هي نواه. الجزء بي اهو اللي هي نواه الخليه البيضيه، نواة الخلية البيضية الثانوية. يبقى اللي هيبقى فيه الجزء ده اللي هو فيها 46 جزيء دي ان ايه، هي هيبقى عبارة عن الجزء بي. طب ادرس الشكل ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح مقدار النشاط الحيوي لبويضة بعد خروجها لقناة فالو. بيقول لك أقصى فترة زمنية بين حالة البويضة من عند النقطة س إلى وصولها للحالة ص. هو ده بيقول لك حيوية البويضة، وديت المسافة على طول القناة. في بداية القناة خالص، في البداية كانت الحيوية بتاعتها عالية. كل ما البويضة بتبدأ تبعد شوية كل ما الحيوية بتاعتها بتقل لغاية لما خلاص ما عادش فيه حيوية. أقصى فترة زمنية بين حالة البويضة عند س ووصولها للحالة ص تقدر هي البويضة بتفضل حية لفترة من يوم إلى يومين. طب أي مما يلي بيمثل الخلية صاد يمثل الخلية التي تصل إلى المرحلة صاد طالما حصل فيها ضمور، يبقى اللي بيتحرر بتبقى عبارة عن خلية بيضية ثانوية. مش احنا قلنا ناتج الانقسام الميوزي الأول تبقى عبارة عن الخلية البيضية الثانوية. طب بيقول لك ادرس الشكل المقابل ثم أجب ما نسبة الإناث الطبيعية التي يمكن أن تنتج من هذا الإخصاب. دي زي مسألة الوراثة بالظبط. ده ناخد ديت مع دي مع دي اللي هو 23 زائد اكس، يعني هيديلك 45 زائد اكس. ديت حالة ايه يا باشا؟ لو انت فاكر ده حالة داون، يعني ديت انثى مش ايه؟ انثى مش طبيعية. طب الاناث التانية ديت مع ديت اللي هي هتبقى كام؟ 44 زائد اكس، يبقى ديت انثى ايه؟ انثى طبيعية. وده عبارة عن 22 زائد 23 زائد واي، ده 45 زائد اكس واي ذكر داون. والتانية 22 واكس واي ديت هتدي لك 44 زائد اكس واي اللي هو ذكر ايه؟ ذكر بالغ. يبقى ما نسبة الإناث الطبيعية هو عاوز من هذا الإخصاب كله، يبقى هي هيطلع بس 25%. طيب بيقول لك في الرسمة ديت بيقول لك في أي شكل من الأشكال اللي قدامنا تستطيع قناة فالو التقاط البويضة، بس ما بيحصلش فيه ولا يحدث عملية إخصاب. طيب لو انت بصيت في الشكل ده هي اصلا قناة فالو بعيدة قوي عنها، فمش هيحصل فيه، مش هتعرف ان هي تلتقط. دي تشوه اصلا. شوفي اللي هي موجودة فين، هتلقطها فين اصلا؟ يعني ديت استحال. طيب ديت هتعرف ان هي تعمل لها عمليه التقاط. طب هي هتعمل لها عمليه التقاط، بس هو بيقول لك ايه؟ تستطيع ولا يحدث اخصاب. بس هنا اهي هيحصل فيها عمليه اخصاب علشان قناه فالو مفتوح. طيب هنا تنفع ان هي تلتقطها، وينفع كمان بص بس هنا بقى الحته ديت مقفوله. يعني تعالى نمسحها تاني. بص عليها هتلاقي ان هي هتلاقي ان الجزء ده
عندك مقفولة ايه؟ مقفولة اهو. يبقى هنا هتلتقطها بس مش هيحصل فيها عملية اخصاب، عشان المنطقة ديت في عندك هنا عملية انسداد لقناة ايه؟ لقناة فالوب. يبقى هي هتبقى ايه؟ الإجابة د. طيب بيقول لك الشكل المقابل بيوضح تركيز الهرمونات 1 و2 و3 أثناء الدورة الشهرية. طب نجيب الأول الهرمونات وبعد كده نشوف الايه الأسئلة بتاعتنا. احنا متفقين الهرمون اللي هو بيعلى أو في السماء وبعد كده يقل مرة واحدة هو عبارة عن هرمون مين؟ هو عبارة عن هرمون ال اتش. يعني واحد ده عبارة عن هرمون ال اتش. وقلنا اللي بيكون اصلا معاه على طول على النفس بتاعه اللي هو هرمون الاف اس اتش. يعني انت بتعمل دي كده بتقوم جاي شايف على الامتداد اهو اللي هو الهرمون ده اللي هو هرمون الاف اس اتش. طب انا عاوزه اتاكد ابص لو هو زاد في اليوم الخامس يبقى انا كده صح، يبقى الهرمون الثاني اللي هو هرمون مين؟ الاف اس اتش. بعد كده هرمون الاستروجين بيزيد في مرحله نضج البويضه، يبقى ده هرمون الاستروجين. وهرمون البروجسترون ما بيزيدش الا في مرحله التبويض اللي هو الهرمون رقم 3 ده هرمون البروجسترون. طب بيقول لك قد يحدث اخصاب للبويضه اذا وصلت الحيوانات المنويه لقناه فالوب في اليوم منهم. احنا قلنا ان هي عشان يحصل فيها عمليه الاخصاب ان الحيوانات المنويه بتوصل من اليوم ال 12 لل 16 من بدء الطمس، او ان هي توصل في اليوم اللي هو من الثامن لغايه ال 12 من نهايه الطمس. من نهايه الطمس ديت الايام اللي ممكن يحصل فيها عمليه الاخصاب. يبقى من البدايه البويضه بتتحرر امتى؟ نرجع تاني. امتى البويضه بتتحرر؟ البويضه بتتحرر في اليوم ال 14 من بدء الطمس، او بتتحرر في اليوم العاشر من نهاية الطمس. ديت الايام اللي هي بتتحرر فيها البويضة. يبقى خلي بالك هو مديلك من البداية ولا مديلك من النهاية. طب نشوف بقى السؤال بتاعنا. هو بيقول لك قد يحدث اخصاب للبويضة اذا وصلت الحيوانات المنوية في اليوم العاشر من انتهاء الطمس. ديت عشان هي اصلا بتتحرر في اليوم العاشر من انتهاء الطمس. العاشر من بدء الطمس لا، العاشر من بدء الطمس الحيوانات المنوية هتموت قبل ما تطلع. الرابع عشر من نهاية الطمس بقى البويضة هي اللي هتضمر عند وصول الحيوانات المنوية. الهرمون 3 اللي هو عبارة عن هرمون البروجسترون بيزداد بعد التبويض مباشرة بسبب ايه؟ بسبب ان يتكون الجسم الاصفر من بقايا حويصل الجراف. اي الهرمونات على الرسم لها نفس الطبيعة الكيميائية. احنا عندنا الهرمونات اللي هو هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين. الهرمونات ديت كلاهما هرمونات استرويدية. وهرمون ال اتش وهرمون الاف اس اتش كلاهما هرمونات ايه؟ هرمونات بروتونية. تمام. طيب الاستروجين اللي هو رقم 4 والبروجسترون رقم 3 والال اتش 1 والاف اس اتش رقم 2. طب نشوف بقى هو بيقول لك لهم نفس الطبيعه 1 و2 اللي هو الاف اس اتش والال اتش، يبقى اكيد ديت هي اللي صح. طب يقول لك الشكل المقابل بيوضح جزء من عمليه الاخصاب. ادرسوا ثم اجيب. بيقول لك اي مما يلي صحيح عن صاد ديت عباره عن ايه؟ العمليه ديت عمليه اخصاب اللي هو بدا يدخل يدخل الحيوان المنوي فهيحصل فيه عمليه انقسام. فدي اللي عندك ده عباره عن جسم قطبي اول، وصاد ده عباره عن جسم قطبي تاني. طب هو بقى بيقول لك اي مما يلي صحيح عن صاد. بيقول لك بينتج نتيجه انقسام س. لا، ده هو بينتج صاد ده بينتج نتيجه عند عمليه الاخصاب. بمجرد دخول الحيوان المنوي لاخصاب البويضه بيحصل فيه انقسام للخليه البيضيه الثانويه وبتدي لك ايه؟ بتدي لك بويضه زائد الجسم زائد جسم قطبي. يبقى ديت ايه؟ غلط. يتكون نتيجة انقسام عين اللي هو انقسام النواة علشان تدي لك البويضة زائد الجسم القطبي. يبقى ديت هي اللي صح، اللي هي الانقسام الميوزي الثاني لحظة دخول الحيوان المنوي. طيب السؤال اللي بعد ده بيقول لنا
الشكل المقابل بيمثل تخطيطا زمنيا لدورة الطمس لسيدة متزوجة. ادرسوا جيدا ثم حدد أي مما يلي بيمثل الفترة الزمنية التي يحدث فيها انغماس الجنين. انغماس الجنين أو طور البلاستوسيست ده بينغمس إمتى؟ ده بينغمس في نهاية الأسبوع الأول من حدوث من حدوث الاخصاب او من حدوث من حدوث الحمل، اللي هتبقى الفتره الزمنيه من من ال بي ده مرحله اصلا الطمس، يعني ديت السحاب. من بي لسي دي مرحله اللي حصل فيها نطق البويضه، زائد حصل فيها عمليه التبويض، زائد حصل فيها عمليه اصلا الاخصاب. عشان انت لو بصيت دي 28 يعني دي تقريبا 27 وديت 26 وديت 25، يعني هي في المعدل ده. وديت المرحله اللي هي الاخره اللي هو اصلا بيكون فعلا هي دخلت وانغمست فيها، يبقى هي بتنغمس في المرحله في الفتره بتروح بتنغمس فيها في المرحله من سي لدي اللي هو نهايه الاسبوع الاول من حدوث الحمل. يعني انت بيبقى عندك كام؟ انت بيبقى عندك 14 يوم اللي هو اليوم ال14، بعد كده زائد 7 يعني تقريبا في اليوم الواحد ده اليوم ال21، هي تقريبا في الفتره الزمنيه من سي لدي. طيب بيقول لك هنا اي الاشكال التاليه هي اللي بتدفعها قناه فالوب. قناه فالوب اهداف فالوب بتدفع مين؟ بتدفع اللي هو مراحل تفلج البويضه لغايه طور البلاستوسيست. يعني ما بتدفعش جنين، بتدفع الطور اللي قدامنا ده. طب دي عباره عن ايه؟ قول لي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حواصل الجرافيا برينز اهي جواه البويض. ده عباره عن ايه؟ الجسم الاصفر. دول اصلا ما بيبقاش موجودين عندنا في قناه فالوب، دول بيكونوا موجودين عندنا في المبيض، يبقى هي باء. طب يقول لك اي اجزاء الحيوان المنوي بتساعد في حدوث الخطوه الموضحه عندك بالشكل اللي هي عمليه التفلج. مين المسؤول عن التفلج للحيوان المنوي للبويضه؟ اللي هو الانقسام الميتوزي، بيكون عباره عن الجسم القمي، عباره عن الجسم المركزي اللي بيكون فيه السنتروسوم او السنتريولان. الراس بيبقى فيها نواه، زائد موجود فيها الجسم القمي او الاكروسوم اللي هو المسؤول عن افراز انزيم الهيالورونيز اللي بيعمل على اذابه جزء من غلاف البويضه، وده دوره قبل الاخصاب. العنق بيبقى في الجسم المركزي او السنتروسوم اللي هو بيكون له دور مهم في انقسام البويضه المخصبه. والقطعه الوسطى فيها الميتوكوندريا اللي بتكسب الحيوان المنوي الطاقه اللازمه للعمل. والذيل الوظيفه بتاعته ان هو بيساعد وسيله الحركه للوصول الى المشيج المذكر. يوضح الرسم البياني تركيز هرمونات لامرأة بالغة. ما الذي يمكن ملاحظته داخل الجهاز التناسلي للأنثوي؟ مديلك أصلا خلال ال 28 يوم. انت تعالى كده بص معانا، ديت عبارة عن الهرمونات. ده عبارة عن هرمون ال LH، وده عبارة عن هرمون ال FSH، وده عبارة عن هرمون الاستروجين. بس طبعا بتعديل المنهج بتاعنا يبقى احنا قلنا الإجابة هتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ألف. بعد كده السؤال اللي بعد ده بيقول لنا الشكل المقابل بيوضح تغيرات سمك بطانة الرحم لسيدة متزوجة. ادرسوا جيدا ثم أجب. إذا حدث إخصاب للبويضة المتحررة في هذه الدورة، فإذا علمت أن الانغماس في بطانة فإن عملية الانغماس في بطانة الرحم بيكون تقريبا يوم ايه؟ نفس فكرة السؤال اللي احنا قلناه ده. أصلا ده بداية الطمس، نهاية الطمس اللي هو 9. يبقى هنزود على 9 دول اللي هم 10 ايام بتوع مين؟ بتوع نضج البويضة. تمام. البويضة بتتحرر امتى؟ بتتحرر في اليوم ال14 يعني هنا. وبعد كده لو حصل فيها عملية الإخصاب للبويضة فهي هتقعد كام؟ هتقعد 7 أيام، وبعد كده تنغمس في بطانة الرحم. يعني كمان احنا هناخد زائد 7 يبقوا كام؟ يبقى دلوقتي معانا كام؟ معانا 17 تقريبا 17 يوم من اليوم اللي انتهت فيه. يعني 9 زائد 17 يعني تقريبا هيدينا يوم 26 مارس. يبقى ده يوم انغماس البويضة. طب يقول لك ادرس الرسم التالي اللي بيبين بعد مراحل تطور الزيجوت. ما موقع كتلة الخلايا ج داخل الجهاز التناسلي للأنثى
قبل نهاية الأسبوع الأول من الإخصاب. الكتلة ديت مش طور البلاستوسيست، بس هو أصلا عاملها على أساس طور البلاستوسيست، على أساس هو كان قبل كده اللي هو دي التوتية، بس ما اللي هي كان بقى بتنغمس والكلام ده. بس المهم إن هما الاتنين إيه واحد، اللي هي هتبقى في النهاية خالص، اللي هي هتبقى الكتلة بتاعتها قبل نهاية الأسبوع الأول من الحمل، هتبقى موجودة في نهاية قناة فالو. طب يقول لك قد يحدث احيانا ما يعرف بحمل خارج الرحم، حيث بتنغمس اللي هو بقى طور البلاستوسيست خارج الرحم، وغالبا ما يحدث ذلك داخل قناة فالو، وده بيمثل خطر على الأم وعلى الحمل وعلى الأم. أي مما يلي قد يكون سبب في هذه الحالة. هو مين المسؤول أصلا إن هو يحرك البويضة المخصبة اتجاه الرحم؟ هي مين؟ هي الأهداب. يبقى طالما مفيش أهداب، يبقى معنى كده إنه ممكن يحصل فيه عملية حمل خارج الرحم، أو يكون أصلا في ضيق عندك، حصل فيه ضيق أو انسداد في منطقة موجودة في قناة فالو. دول الحاجتين اللي يسببوا الحمل خارج الرحم. طب يبدأ تكوين الخلايا الموضحة بشكل الخلايا دي اللي قدامنا ديت الخلايا العصبية. والخلايا العصبية، مش احنا كنا بنقول ان الجهاز العصبي بيتكون منذ بداية المرحلة الأولى من الحمل، من الشهر الأول في الحمل، يبقى من بداية المرحلة الأولى. طب يقولك إذا علمت ان المكمل الغذائي حمض الفوليك ضروري من أجل وتمايز القناة العصبية، فأي فترات الحمل بيكون فيها تناول حمض الفوليك أكثر فعالية، أكيد هتبقى في المرحلة الأولى اللي هي القناة العصبية دي بتاعت الحبل الشوكي. بيقولك أي التراكيب التالية يبدأ تكوينها أثناء مراحل الحمل في الجنين. المبيضين دول بيتكونوا امتى؟ المبيضين بيتكونوا في الأسبوع 12 من الحمل، يعني بعد كام؟ 3 شهور. المفاصل اللي فيها ديت بتتكون في الشهر الرابع مع تكوين العظام، عشان العظام بتتكون في الشهر الرابع. الخصيتين بيتكونوا في الأسبوع السادس من الحمل، يعني بعد شهر ونص. الرئتين بتبدأ ان هي بتتكون بيبدأ تكوين الرئتين في المرحلة الأولى من الحمل، بس ما بتبقاش قادرة على العمل الا في الشهر السابع من الحمل، ما بتكونش كاملة التكوين. يبقى اي التراكيب اللي بيبدأ تكوينها اولا اثناء مراحل الحمل هتبقى عبارة عن الخصيتين، على الضوء اللي احنا خدناه في المنهج. طب يقول لك الشكل المقابل بيعبر عن مراحل نمو احد اعضاء الجسم خلال المراحل الاولى من الحمل. ادرسوا جيدا ثم اجب. بيقول لك أي مما يلي صحيح عن المرحلة س. المرحلة س اللي هو خلاص كده اكتمل فيها نمو المخ. طب بيقولك بيكتمل فيها نمو القلب بيكتمل في بداية المرحلة الثانية اللي هو في الشهر الرابع من الحمل، حيث بتسمع ضغطات. بيبدأ التميز فيها العينين والإيدين، بيتميز العينين والإيدين، ده بيتميزوا أصلا في المرحلة الأولى من الحمل. تخرج الخصيتين من تجويف البطن، بتخرج الخصيتين في الشهور الأخيرة من الحمل. يتميز الذكر عن الأنثى، وده بيحصل في المرحلة الأولى. والمرحلة س ديت هي المرحلة الأخيرة أو آخر 3 شهور اللي هي تخرج فيها الخصيتين، يبقى هي الإجابة ج. بيقول لك أي المراحل التالية من النمو للإنسان يحدث خلالها أكبر معدل تضاعف للدي ان. أكبر معدل تضاعف للدي ان ايه؟ يعني هي نفسها أكبر معدل انقسام، يعني أكتر معدل نمو بيحصل عندنا في المرحلة الثانية. طبعا دي باين خالص ان ديت المرحلة الأخيرة من الحمل، وديت عبارة عن المرحلة الأولى أصلا من المرحلة الأولى من الحمل. هي عبارة عن المرحلة الثانية من الحمل، هي الإجابة دي. طيب بيقول لك الكوليسترول هو أحد المكملات الغذائية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. في أي مراحل من الحمل يوصى الطبيب ببدء تناوله أثناء عملية الحمل. علشان تاخد ده انت هتاخده امتى؟ الست هتاخد الكالسيوم هتاخده في الشهر الرابع،
ليه؟ اشمعنى في الشهر الرابع؟ عشان في الشهر الرابع بيبدأ أصلا يتكون مين؟ يتكون الهيكل العظمي للجنين. والهيكل العظمي للجنين ده بيبقى محتاج مين؟ محتاج عنصر الايه؟ عنصر الكالسيوم. طب هنا في الحالة ديت بيحتاج عنصر الكالسيوم على اساس ان هنا لو هرمون البرص هرمون زاد عند الست، احنا قلنا ان هي في الحاله دي هيعمل لها هشاشه في العظام، فهيسبب ضرر جامد للست. يبقى الدكتور بيبدا ان هو يديها الهرمون ده علشان يبدا يكون الهيكل العظمي، وعشان كمان يبقى فيه اكتمال لتكوين الهيكل العظمي اللي احنا قلنا في امتى؟ في الشهر الرابع. طب الشهر الرابع ده امتى؟ نهايه المرحله الاولى من الحمل ولا بدايه المرحله الثانيه من الحمل؟ الشهر الرابع هو بداية المرحلة الثانية من الحمل. طب بيقول لك الشكل المقابل بيوضح مراحل تطور أحد الأعضاء الهامة في الجسم أثناء التكوين الجنين. ادرسوا جيدا ثم أجب متى تبدأ وتنتهي. لسه قايلينه ده من الشهر الأول من الحمل. القلب بيتكون هو والمخ من الشهر الأول من الحمل، وبيكتمل في الشهر الرابع وتسمع دقات. يبقى هو من الشهر الأول للشهر يبدأ في الشهر الأول وتسمع دقاته أو يكتمل في الشهر الرابع. طيب بعد كده بيقول لنا لاحظ الشكل الذي أمامك ثم حدد ما الذي يميز هذه المرحلة من مراحل تكوين الجنين. المرحلة دي خلاص دي المرحلة الأخيرة. طب ليه الأخيرة؟ علشان الراس في اتجاه عنق الرحم. يتباطأ نمو الجنين ديت صح. يكتمل نمو الأذن ده بتحصل في المرحلة الثانية اللي هو تكتمل نمو أعضاء الحس. إمكانية تمييز الأجنة الذكور فقط ده بيحصل في الأسبوع السادس، يعني بعد شهر ونص. بداية تكوين القلب ده في الشهر الأول من الحمل. طب يقول لك في أي المراحل الجنينية الآتية يبدأ تكوين الخلايا الليمفاوية. الخلايا الليمفاوية دهيت أصلا اللي لسه بقى ما خدش المناعة. الخلايا الليمفاوية ديت نوع من خلايا الدم البيضاء، وخلايا الدم البيضاء من المسؤول عن تكوينها نخاع العظام. ونخاع العظام ده بيكون موجود فين؟ بيوجد في العظام، سواء بقى عظام مسطحة أو رؤوس العظام الطويل. طب امتى بيكون العظم بيكون في المرحلة الثانية، يبقى هي في المرحلة الثانية. كيف يمكن التأكد من نوع التوأم داخل الرحم في الشهر الرابع من جوه الرحم من الجنس؟ انت ممكن يكون احنا قلنا ان احنا في عندنا نوعين من انواع التوأم، توأم متماثل وتوأم غير متماثل. التوأم المتماثل لازم يكون لهم نفس الجنس، والتوأم الغير متماثل قد يتماثل في الجنس، يعني ممكن يكون لهم نفس الجنس. فعشان كده ما ينفعش ان انا اميزهم من الجنس. من المشيمة. طيب تعالوا نفتكرها كده مع بعض. بص يا سيدي، احنا خدنا ان احنا عندنا التوأم المتماثل ده بيبقى جاي منين؟ هي بويضة واحدة تم اخصابها بحيوان منوي، واثناء تفلجها بتبدأ تنقسم الى لجزئين. الجزئين ده كل جزء منهم هيديك طور البلاستوسيست. فالاتنين الجنينين هيكون لهم نفس المشيم، يعني نفس غشاء سري، بس الجنين ده هيكون بغشاء راهلي ولا حبل سري، والتاني غشاء راهلي وحبل سري، ومع الوقت ممكن يتشال الحبل السري. قلنا ان الاتنين دول بيكون هنا في جسم اصفر واحد ومشيمة واحدة، والاتنين دول بيكونوا متطابقين في الصفات الوراثية، زي ما احنا بنقول فولة واتقسمت نصين، وبيكون لهم نفس الجنس. قلنا عشان هم لهم نفس المادة الوراثية، فالاتنين دول ينفع يتم ما بينهم زراعة الأنسجة. لكن عندك اللي هي التوائم الغير متماثلة ديت بتبقى عبارة عن يا إما البويضتين يطلعوا من نفس المبيض، يا إما كل بويضة بتطلع من مبيض، فبيبقى عندي هنا جسم أصفر وجسم أصفر، يعني 2 جسم أصفر. بتيجي بقى الحيوانات المنوية تروح تخصب البويضة ديت، والحيوانات المنوية تروح تخصب واحد منهم ينجح في إخصاب بويض. فبيبقى هنا الرحم مستعد لاستقبال كام عيلين، فكل عيل بيكون له مشيمة، وكل عيل بيكون ليه غشاء رهل مستقل بيه. يعني هنا عدد الأغشية الجنينية
بيكون 4 أغشية وبيكون 2 مشيمة. فمستوى البروجسترون هنا بيكون أعلى عن الحالة عن الحالة التانية. فأنا أقدر أميز بين إن أنت كطبيب وجات لك واحدة حامل وأنت عاوز أنت تقدر تعرف إذا كانت هي حامل في ولد ولا في توأم متماثل ولا غير متماثل. بالسونار أنت بتشوف عدد المشيمة. لو عدد المشيمة 1 يبقى ده توأم متماثل. لو عدد المشيمة 2 يبقى ده توأم غير متماثل. طب نرجع للسؤال بتاعنا. هو بيقول لك كيف يمكن التأكد من نوع التوأم؟ يبقى من خلال من خلال المشيمة، عشان هو أصلا مديهالك داخل رحم الأم، داخل رحم الأم في الشهر الرابع اللي هو أصلا بيتم تكوين الأعضاء التناسلية. بيقول لك الجهاز الذي يبدأ تكوينه في مرحلة مبكرة من الحمل وبيستخدمه الجنين في الحصول على غذائه من الأم، هو أنه جهاز؟ هو من الجهاز اللي الجنين هيبدأ يستخدمه في الحصول على الغذاء بتاعه؟ أكيد الجهاز الدوري، عشان الجهاز الهضمي كده هو ما بيستخدمهوش أصلا. هو العيل بياخد العناصر الغذائية المهضومة من الأم وبيتم استخدامها. في أي مرحلة من مراحل الحمل تتكون مناسل جنين تركيبه X44 زائد XXY. بص، هو طالما في واي يبقى هنا أصلا تم تحديد الجنس إلى مين؟ إلى ذكر. والذكر بيتم تكوين الخصيتين بتاعه من الشهر من بعد شهر ونص. هو عاوز تتكون المناسل، يبقى بتتكون المناسل بعد شهر ونص، يعني في منتصف الشهر التاني. طب بيقول لك ادرس الرسم التالي ثم استنتج ما الأرقام التي تشير إلى المشيمة. ايه هي الأرقام اللي بتشير إليها؟ الأولاني ده عبارة عن غشاء الرهل، والتاني عبارة عن غشاء السليم، واتنين ده عبارة عن السائل الرهلي، واربعة ده فراغ موجود ما بين أصلا الاتنين، وخمسة ده عبارة عن الحبل السري، وستة ديت عبارة عن لو انت بص على غشاء السلية اهو طالع منه مجموعة من البروزات او الخملات الإصبعية اللي هتنغمس في بطانة الرحم اللي هي رقم كام؟ رقم 8. يبقى 7 و6 دول هما بيمثلوا اللي هما مين؟ هما اللي بيمثلوا المشيمة. 9 ده عبارة عن وريد من وريد بتاع الأم. طب يقولك الشكل التخطيطي المقابل بيمثل تركيب المشيمة. افحصوا جيدا ثم أجب. أي الأوعية الدموية على الرسم تتسبب في مرور فيروس الإيدز؟ طيب ده عبارة عن ايه؟ ده الحاجة اللي داخلة، يعني ده بيمثل تركيب المشيمة اللي هو الجزء ده عبارة عن المشيمة، ودي الحاجات اللي داخلة وديت الحاجات اللي طالعة. طب ايه بقى اللي بتسبب مرور فيروس الإيدز؟ اللي هو بيكون جاي من شريان الأم، هيتنقل، هيروح لمين؟ هيروح إلى الجنين اللي هو بقى مين اللي بينقل جاي الدم من ايه؟ من هنا. يبقى رقم 2. طيب بيقولك ما النتيجة المترتبة على حدوث خلل في تكوين غشاء الكريون؟ غشاء الكريون اللي هو عبارة عن غشاء مين؟ غشاء السلي. طب لما هو مش هيتكون يبقى معنى كده مش هتتكون المشيمة، يبقى معنى كده هيحصل فيه إجهاض للجنين. بيقولك ما الصورة التي تعبر عن المرحلة التي يقل فيها إفراز هرمون البروجسترون؟ هرمون البروجسترون بيقل في الشهر الأخير من الحمل، وده باين خالص عليه ان ده المرحلة الأخيرة من الحمل. طيب بعد كده بيقولك الشكل المقابل بيوضح التغيرات التي تطرأ على الغدد الثديية لأنثى الإنسان خلال مرحلتين مختلفتين. ادرسوا جيدا ثم استنتج. الهرمون المسؤول عن تحول الغدد الثديية من الحالة A إلى الحالة B هو عبارة عن ايه؟ انت لو بصيت دلوقتي الغدد الثديية حجمها ايه؟ حجمها صغير. دلوقتي حجم الغدد الثديية كبر. مين اللي بيكبر الثدي؟ هو هرمون الأنوثة اللي هو هرمون
الاستروجين، والاستروجين هو الايه؟ الاستراديول. ما تجيش يضحك عليك وتقوم جاي قايل له لا احنا بناخد ايه في الدرس اللي قدامنا ده، دي درس الاخصاب والايه والحمل والرضاع، يبقى ده هرمون الايه؟ البرولاكتين. لا، ده مش هرمون الايه؟ البرولاكتين. انت بص، حجم الثدي كان نونه صغير اهو، وحجم الثدي بدا ان هو يكبر، لكن في المرحله ديت انت لو بصيت هتلاقي ان حجم الغدد الثدييه معانا بدا يزيد. يعني الحجم ده هو زي ما هو، يعني بص على الخطوط هتلاقيه زي ما هي، بس بدا حجم الغدد الثدييه بتاعتك بدات ان هي تزيد في الحجم، فده بيكون بفعل هرمون الايه؟ البرولاكتين. طب بيقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل اي مما يلي بيعبر عن تتابع الاحداث الصحيح للولاده. تفكك صاد ثم زادت، هو عمليه الولاده عشان تحصل بيحصل ايه؟ بيحصل في تفكك للمشيمه. نمسح كده. اللي بيحصل عندنا بيكون عبارة عن تفكك لمين؟ تفكك للمشيمة. ولما هتتفكك المشيمة هيقل البروجسترون، ولما هيقل البروجسترون هيزيد معاه هرمون الاوكسيتوسين. طيب هو بقى بيقول لك ايه؟ في ان المشيمة ده صاد ده عبارة عن الحبل الحبل السري، وسين ديت عبارة عن المشيمة، وديت عبارة عن الغدة النخامية اللي هتفرز معانا هرمون الاوكسيتوسين. طيب يبقى هنا اللي بيحصل هتتفكك المشيمة اللي هي عبارة عن س، وبعد كده بيزداد الهرمون اللي هو رقم 2. طب ندور على الكلام ده، تفكك س ثم زيادة الهرمون 1 ثم تناقص الهرمون رقم 2. ديت غلط، هو المفروض بيتفكك التركيب س ثم بيتناقص هرمون البروجسترون ثم يزيد هرمون هرمون الاوكسيتوسين او الاو اتش، يبقى هي الاجابه د. طب بيقول لك ايه؟ الثنائيات الهرمونيه التاليه لها تاثير مضاد على مصير الحمل. الاستروجين والبروجسترون اصلا بيفرزوا اثناء فتره الحمل عشان يثبتوا الجنين. الاو اتش والريلاكسين هرمون الاو اتش الاوكسيتوسين ده ليه دور في تقلصات عضلات الرحم فبيزيد اثناء عمليه الولاده. هرمون الريلاكسين بيعمل ارتخاء للارتفاق العالي. هرمون البروجسترون ده بيثبت الجنين، والاو اتش ده هرمون الطلق اللي هو بيخرج الجنين، ونفس الكلام لده. يبقى الهرمونين اللي بيكون له تاثير مضاد على الحمل هرمون الاوكسيتوسين وهرمون الريلاكسين. الاثنين دول لو زادوا دول هيترتب عليهم اللي هو عمليه الولاده. طيب بيقول لك ادرس الرسم التخطيطي المقابل لنشاط احد التراكيب داخل الجهاز التناسلي لانثى الانسان ثم استنتج ما الذي يمثله الحرف س. طب تعالى نشوف الحرف س ده عباره عن ايه. هو بيقول لك ان هو الخلايا ديت فرزت هرمون بيحافظ على بطانه الرحم في المرحله الاخيره من الحمل اللي هو هرمون مين؟ البروجسترون. تمام. هرمون بيأثر على غضروف الحوض لتسهيل الولاده هرمون الريلاكسين. طيب احنا عشان نعرفه البروجسترون ده بيتفرز منين؟ البروجسترون بيتفرز من الجسم الاصفر في المبيض، وبيتفرز من المشيمة في الرحم. هرمون الريلاكسين بيتفرز منين؟ هرمون الريلاكسين بيتفرز من الجسم الاصفر من بطانة الرحم ومن المشيمة. طيب ايه بقى اللي بيفضل مكمل معانا؟ اللي هي المشيمة. يبقى المشيمة هي المسؤولة. حتى احنا كنا بنقول ليه هي غدة مؤقتة، قلنا عشان هي بتفرز هرمون البروجسترون وبتفرز هرمون الريلاكسين. لاحظ الصورة اللي بتوضح جنين انسان داخل الرحم الام. تعرف على التركيب س وصاد وعين ثم استنتج في اي مراحل نمو الجنين بينفصل التركيب س عن جدار الرحم. التركيب س اللي هو ده بيمثل المشيمة وبينفصل في الشهر الأخير من الحمل اللي هي عبارة عن، هو بيقول لك هنا الشهر الثالث من المرحلة الثالثة، يبقى هي ديت اللي الصح. طب يقول لك أي مما يلي بيؤثر على الغدد الثديية أثناء عملية الرضاعة. اللي بيأثر على الغدد الثديية أثناء عملية الرضاعة هم هرمونين.
هو هرمون البرولاكتين اللي بيفرز من الفص الامامي للغدد الثدييه، وبيحفز الغدد الثدييه لافراز اللبن. فبيكون قلنا ان هو حتى ما بيشتغلش هو لوحده، لازم يكون في اكل، لازم يكون في احماض امينيه، يعني لازم تكون الست بتاكل بروتين، لازم يكون في سكر اللاكتوز، لازم في عنصر الفوسفور عشان يقدر يكون اللبن، زائد هرمون الاوكسيتوسين. والاوكسيتوسين ده بيتفرز منين؟ ده بيتفرز من الفص الخلفي للغده النخاميه، ودي ليه اثر مشجع في اندفاع الحليب استجابه لعمليه الرضاعه. طيب الاثنين ده البرولاكتين وده الاثنين بيطلعوا من غدد صماء، والغدد الصماء ديت بتبقى غدد صماء دائمه. احنا خدنا في الهرمونات الغدد الصماء المؤقته هم عباره عن ايه؟ كانت عباره عن حويصل الجراف والجسم الاصفر والمشيمه. طب بيقول لك الجدول التالي نتائج دراسة أجريت على 3 نساء أصبن بسرطان الثدي لتوضيح العلاقة بين الرضاعة الطبيعية والإصابة بهذا المرض. ادرسوا جيدا ثم أكتبوا. مدينا المجموعات اللي هي فترة الرضاعة الطبيعية والإصابة بالمرض. الست اللي هي بدون رضاعة طبيعية ما رضعتش خالص جالها السرطان في عمر مبكر، والست اللي هي رضعت لمدة 6 شهور جالها سرطان بس في عمر متأخر، والست اللي رضعت أكتر من 6 شهور جالها في عمر أكبر ب10 سنوات من المجموعة التانية. يعني معنى كده إن الرضاعة بتحمي من سرطان الثدي. يبقى زيادة فترة الرضاعة بتمنع الإصابة بهذا المرض ولا بتقلل الإصابة؟ لا، هي بتقلل الإصابة، عشان احنا قلنا إن في ستات جالهم المرض. يبقى زيادة فترة الرضاعة بتقلل من فرص الإصابة بهذا المرض. طب بيقول لك الرسم البياني المقابل بيعبر عن وزن الطفل حديث الولادة، حيث بتمثل المسافة بين س وص الكتلة الطبيعية للطفل. في ضوء ذلك أي النقاط الموضحة على الرسم بتمثل كتلة طفل حديث الولادة لسيدة بتعاني من مرض البول السكري وغير ملتزمة بالعلاج. طب تعالى الأول أقول لك على حاجة. هي الست اللي عندها مرض بول سكري وما بتاخدش علاج، يبقى معنى كده عندها في زيادة لمستوى سكر الجلوكوز في الدم، والجلوكوز ده بيتنقل للست عن طريق خاصية عن طريق خاصية الانتشار. يعني معنى كده ان مستوى جلوكوز الدم في الطفل هيحصل له ايه؟ هيزيد. ولما جلوكوز الطفل في الدم هيزيد يبقى معنى كده ان غدة البنكرياس بتاعته هتزود من هرمون الانسولين علشان يقلل السكر. طب هيقلل السكر هيعمل في ايه؟ هيبدأ يقلل السكر ان هو يخزن. ما الطفل دلوقتي هو بيعمل ايه؟ بيبني، ما بيهدمش، هو ما بيعملش حاجة غير عملية البناية. فهيخزن السكر بقى اللي موجود عنده، اللي هو اصلا هيبقى زايد عنده بكميات كبيرة، هيخزنه في صورة جلايكوجين فين؟ في الكبد والعضلات. طب لما هيتخزن في الكبد والعضلات هيسبب ايه؟ اكيد ارتفاع في الوزن. يبقى الوزن هيبدأ يزيد وهيكون عند النقطة 1. طب السؤال اللي بعد ده بيقولك في الشكل المقابل ما حالة العضلات في المنطقة س وص أثناء الولادة. في المنطقة الولادة بتكون من فوق لتحت، يعني يحصل هنا عملية انقباض يبقى يحصل هنا عملية ايه؟ عملية انبساط. يبقى س لازم تكون في حالة انقباض وصاد تبقى في حالة انبساط، يبقى هي الإجابة ج. طب يقول لك ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح التغير في حجم الرحم مع التقدم في الحمل، ثم حدد في الشهر السادس من الحمل بيكون مستوى الرحم في أنهي شهر. ده الشهر السادس اهو من الحمل، وده مستوى الحمل. هي دلوقتي بدأت تكون فوق اهيت الفقرات فوق العجز، يعني هو في مستوى الفقرات القطنية. والفقرات القطنية اللي هي الفقرة رقم، هو مديك دي فقرة قطنية وده فقرة قطنية 21 و23. طب انت لو انت بصيت على اعلى نقطة اهي اللي هي ديت اللي هي الفقرة القطنية كام؟ الثالثة اللي هي رقم كام؟ رقم 23. طيب السؤال اللي بعد ده بيقول لك الشكل المقابل بيوضح التغير في تركيز هرمونين س وص خلال الحمل وحتى الولادة. ادرسوا جيدا ثم استنتج ماذا يمثل الهرمونين س وص على الترتيب. الهرمون اللي بيفضل زايد لغايه لما الست هتبدا ان هي هو معمله لك زي ده، وبعد الولاده فضل شويه، يعني هو ما قلش خالص بعد عمليه الولاده.
وفي عندنا هرمون زاد بس في المرحلة التانية، يبقى اكيد ده هرمون مين؟ الباراسيرمون. يبقى هنشوف اللي معاه الباراسيرمون. هو اصلا المفروض ان الرسمة في الهرمون صاد تكون اللي هو اقل بعد ليه؟ بعد الولادة. يعني في حاجة ايه غلطة في الرسم، بس اللي هيحدد لنا بقى علشان احنا جبنا الهرمون اللي زاد في المرحلة التانية هرمون الباراسيرمون اللي هو ايه؟ صاد. طب يقول لك حملت امرأة في توأم متماثل. توأم متماثل اللي احنا لسه قايلينها اللي هو بيكون ايه؟ بويضة واحدة بجسم أصفر واحد. أي صور التالية بتدل على حالة المبيضين عند تلك المرأة خلال ال3 شهور الأولى من الحمل. 3 شهور الأولى من الحمل بيبقى عندي جسم أصفر، يبقى جسم أصفر واحد في مبيض من المبيضين يبقى ألف. طب لو كان في الشهور الأخيرة من الحمل أو في الشهر الخامس أو كده يبقى كده مش هيبقى معانا ولا جسم ايه؟ جسم أصفر. طيب أي الصور التالية بتدل على حالة المبيضين بتوأم غير متماثل. توأم غير متماثل يبقى بيكون نتيجة بويضتين، فأنا عندي يا إما جسمين صفر في نفس المبيض يا إما كل مبيض في جسم جسم أصفر، يبقى هي الإجابة ب. طيب بيقول لك في الشكل بيظهر الشكل اللي قدامنا حدوث انسداد كلي في إحدى قناتي فالو. فإذا أنجبت هذه السيدة توأم، فما نوع التوأم المتكون؟ التوأم المتكون عادي ممكن يكون توأم متماثل، ممكن يكون توأم متآخي. طيب هتقولي ليه؟ هقولك علشان التوأم المتآخي بينشأ من تحرر بويضتين. البويضتين دول إما من نفس المبيض او من المبيضين، فعادي ان هي تقدر ان هي تجيب توأم متآخي. والتوأم المتماثل قلنا هي بويضه واحده بتطلع من مبيض واحد، واثناء تفلجها بتنقسم الى جزئين. طب يقول لك اي مما يلي لا يمثل عامل مشتركا بين التوأم دي توأم سيامي ملتصق، والتوأم السيامي هو توأم متماثل. لهم ايه؟ لهم نفس المشيمه، لهم نفس فصيلة الدم عشان لهم نفس الصفات الوراثية، لهم نفس الجنس، لهم نفس غشاء السري. يبقى ايه بقى اللي بيمثل؟ اللي هو الحبل السري. ده له حبل سري والتاني لحبل سري. طب يقول لك اي مما يلي يصف التوأم في الشكل المقابل. ده مشيمة وده مشيمة، يبقى معنى كده ان دي توأم ماله؟ ده توأم متآخي او توأم غير متماثل. التوأم المتآخي قد يكون لهم نفس الجنس او ديت صح. توأم سيامي غلط. لهم جنس مختلف دائما لا. لهم نفس الجنس دائما غلط برضك. يبقى هي ايه؟ ان هو قد يكون لهم نفس الجنس، واحنا دي شرحناه قبل كده. طب بيقول لك اي الاشكال التالية غير صحيحة عند تكوين التوأم. بص يا باشا، الالوان المدالك ده معناه انهم مش شكل. دي عباره عن 2 حيوان منوي راحوا خصبوا البويضه، يبقى ده معناه ايه؟ ده عباره عن زيجوت ثلاثي المجموعه ثلاثي المجموعه الصبغيه 3 نون. والتضاعف الصبغي الثلاثي ده مميت، بيسبب اجهاض لمين؟ اجهاض للاجنه. يعني ده اصلا ما بيجيبش توأم، يبقى ديت غلط. طيب ديت بويضة تم إخصابها فبتدي لك توأم، وديت بويضة تم إخصابها فديت أثناء تفلجها تديك توأم متماثل، يبقى ديت صح. طب في الحالة ديت أنت بيبقى عندك كم مشيمة؟ بيبقى عندك 2 مشيمة بس، ما بيبقاش أكتر من 2 مشيمة، وعندك برضو 2 جسم أصفر، يبقى غير صحيحة. هي الإجابة ايه؟ دي. طب السؤال اللي بعد ده بيقول لك الشكل الذي أمامك بيوضح رسم تخطيطي لتكوين الأجنة داخل الرحم للسيدتين. أي مما يلي بيمثل تركيز هرمون البروجسترون في ال3 شهور الأولى من الحمل. السيدة صاد ديت عندها دي توأم متماثل، يعني عندها واحد جسم أصفر عشان هو ناتج من بويضة واحدة، وواحد مشيمة. التانية ديت عبارة عن توأم غير متماثل. وتوأم غير متماثل يعني 2 جسم أصفر وكمان 2 مشيم. فكمية البروجسترون اللي هتبقى عند س أكتر من كمية البروجسترون اللي عند صاد. يبقى أنا بدور على إن س كيرف س أعلى من كيرف صاد اللي هو هتبقى ج.
طيب أي الهرمونات التالية قد ينتج عن زيادة إفرازه لما هو بيزيد بشكل كبير إنجاب توائم متأخر؟ مين المسؤول عن عملية الإنضاج؟ هو هرمون ال FSH، فهو هيعمل عملية إنضاج لأكتر من بويضة، فده هو اللي هيسبب إن هو يدينا توأم متأخر. طب أقول لك قامت امرأة حامل في توأم في شهرها الثاني بعمل أشعة تلفزيونية لمعرفة نوع الجنين، فأخبرها بأنها حامل في طفلين ذكرين. في ضوء ذلك ما سبب تكون حالة التوأم لدى المرأة؟ هو بيقولك انقسام بويضة مخصبة بحيوان منوي، ولا انقسام بويضة مخصبة بحيوان، طبعا ديت بحيوانين منويين ديت لأ، ولا إخصاب بويضتين بحيوانين مختلفين في الصبغ الجنسي، أكيد دي برضو لأ، ولا إخصاب بويضة بحيوانين منويين لهم نفس الصبغ الجنسي، ديت ممكن تكون صح. طب هو بيقولك إن الست وهي حامل، قامت امرأة حامل في توأم وهي في الشهر الثاني عملت أشعة سونار لمعرفة نوع الجنين، فقام جاء الدكتور قال لها ده انت حامل في عيلين، وعيالك دول هتبقى عبارة عن عن ذكور. طب هي دي بقى ممكن تكون عبارة عن ايه؟ هو المفروض بعدد المشيمة، اللي هو ممكن يكون نتيجة اللي هو طالما لهم نفس الجنس يبقى بويضة واحدة تم إخصابها بحيوان منوي واحد، وأثناء تفلكها هتنقسم وتدي لك جزئين. طب هو بيقول لك انقسام بويضة مخصبة بحيوان منوي، ده هتدي لك فرد واحد، مش هتدي لك فردين، عشان ما قالكش حصل لها عملية تفلج. يبقى الأصح عندنا هي الإجابة رقم د. بيقول لك ما هو أقصى عدد من الأجسام القطبية المتكونة أثناء عملية الإخصاب عند تكوين هذه التوائم؟ أصلا ده عبارة عن توأم عبارة عن توأم متماثل، فيعني طالع من طالع من بويض، وكل بويضة بيبقى مصاحبة بثلاث أجسام قطبية، يبقى هيساوي كام؟ 3. طيب أي مما يلي بيشير إليه الرمز س؟ الرمز س اللي هي بدأت تنغمس جوه بطانة الرحم. فبيقول لك بنتان مختلفتان، هو بويضة واحدة تم إخصابها بحيوان منوي واحد. يعني معنى كده انت بتكلمني دلوقتي على حالة توأم متماثل، توأم متماثل. والتوأم المتماثل ده بيكون لهم نفس الجنس، نفس الصفات الوراثية. يعني بنتان مختلفتان وراثيا دي لأ، ولد وبنت لهم نفس العمر لأ، ولد وبنت ملتصقان ديت صح، جنينان ولد وبنت ملتصقان ديت غلط، استحالة أصلا، جنينان يشتركان في نفس المشيمة ديت صح. يبقى الإجابة د، علشان دي بويضة واحدة تم إخصابها بحيوان منوي واحد. طب يقول لك ادرس التوأم المقابل جيدا ثم استنتج. أي الرسومات التالية بتوضح إحدى مراحل تكوين هذه التوائم؟ ده توأم، ده ليه مشيمة أهي وليه مشيمة، يعني أنت عندك كام؟ 2 مشيمة، وطالما عندك 2 مشيمة يبقى اللي عندك ده عبارة عن توأم ماله؟ توأم غير متماثل، او توأم متأخر. كل واحد منهم هيكون ليه مشيمة مستقلة عن التاني. يبقى ناتجين من إخصاب بويضتين، كل بويضة بحيوان منوي على حدة، يبقى الإجابة ألف. طب السؤال اللي بعد ده بيقول لك في الشكل المقابل أي مما يلي بيعبر عن توأمين مختلفين في الجنس؟ توأمين مختلفين في الجنس يعني ده عبارة عن توأم متآخي. والتوأم المتآخي بيكون عبارة عن كل واحد منهم ليه غشاء رهل، وكل واحد منهم ليه غشاء ثلي. يعني بيكون عندك 2، كل واحد منهم 2 غشاء رهل و2 رهل و2 ثلي، يعني 4 أغشية جنينية، وكل واحد طالع من بويضة، يعني بيبقى عندك 2 بويضة. فأنا بدور على ده. عدد البويضات المخصبة هيساوي كام؟ هيساوي 2. وعدد الأغشية الجنينية المفروض ان انت يكون عندك كل واحد محاط بكيس جنيني، اللي هو ده غشاء ثلي وده غشاء ثلي، ده بيسمى بالأكياس الجنينية. يبقى الإجابة هتكون عبارة عن عبارة عن عين فقط. طب السؤال اللي بعد ده بيقول لك الشكل المقابل بيوضح أحد أنواع التوائم ده أثناء تفلجها انقسمت إلى جزئين. يعني معنى كده أنت بتكلمنا على توأم ماله؟ على توأم متماثل. طيب عدد غشاء الثلي 1، عدد غشاء الرهل 2، عدد المشيمة 1. يبقى أنا بدور على 1 2 1 اللي هي الإجابة الإجابة ب.
طيب بيقول لنا الشكل المقابل بيوضح توقيت حدوث انفصال. خلاص بقى احنا قلنا خلاص التوتيا ما عادتش معانا، يبقى ايه؟ طور البلاستوسيست فيه 4 مراحل مختلفة بعد الإخصاب. بيقول لك أي الحالات بيحصل فيها أي الحالات الموضحة بينتج عنها التوأم السيامي. اللي بينتج عنها التوأم السيامي اللي هو كل ما زادت فترة انفصال التوتيا كل ما زاد اصلا احتمال التوأم السيامي. طيب اكتر فترة زمنية بعد الاخصاب هي كام؟ هي ليه؟ طب بيقول لنا الشكل المقابل بيعبر عن تغيرات تركيز هرمون الاف اس اتش في الدم لسيدة متزوجة. ادرسوا جيدا ثم استنتج. بيعبر الرسم المقابل عن سيدة من دلوقتي هرمون الاف اس اتش بتاعها اهيت، والهرمون الاف اس اتش بتاعها قليل خالص بعد عملية لمدة ال 28. هو المفروض اصلا يزيد في اليوم الخامس وبعد كده يزيد في اليوم ال 14. يبقى معنى كده ان السيدة ديت بتاخد اقراص منع الحمل، عشان اقراص منع الحمل هي اللي بتعمل تظبيط لمين؟ لهرمون الاف اس اتش، وبتعمل تظبيط لهرمون مين؟ لهرمون ال اتش، عشان هي بتمنع اصلا التبويض. طب بيقول لنا اي وسائل منع الحمل لا يتكون عند استخدامها جسم اصفر في مبيض المرأة المتزوجة. اللي ما بتكونش جسم اصفر هي عبارة عن الاقراص. ليه؟ عشان احنا قلنا نرجع تاني كده بس ايه للاقراص. احنا قلنا ان الاقراص دهيت مالها؟ الاقراص ديت فيها هرمونات صناعيه بتشبه هرمون البروجسترون والاستروجين، والهرمونات ديت بتهيئ حاله هرمونيه لجسم الست بتشبه حاله الايه؟ حاله الحمل. فالهرمونات ديت بتعمل ايه؟ بتوقف عمليه التبويض. فبتعمل ايه؟ بتقلل من هرمون الاف اس اتش، وكمان بتثبط من هرمون الايه؟ من هرمون ال اتش. يعني معنى كده في عمليه التبويض ديت اصلا مفيش انقسام ميوزي اول، يعني مفيش اصلا حويصل الجراف، زائد كمان مفيش انقسام ميوزي ثاني، عشان اصلا مفيش عمليه ايه؟ عمليه اخصاب. طب مفيش حويصل الجراف هيتكون جسم اصفر؟ لا، مفيش اصلا كمان ايه؟ جسم اصفر. قلنا العيب بقى بتاع اقراص منع الحمل ان هي مشكله عندها ان هي بتاثر على هرمونات الغده اللي هرمون الاف اس اتش والال اتش المفرزان من الغده النخاميه، عشان بتظبط عملها، بتاثر على، وهي الوحيده في وسائل منع الحمل اللي بتأثر على دورة الطمس، عشان لا بتعمل مرحلة نضج ولا بيحصل فيها عملية التبويض. كل اللي بيحصل فيها اللي هو مرحلة الطمس، وكل وسائل منع الحمل ما بتمنعش عملية الطمس. طب يقول لنا أي مما يلي بيمثل أقراص منع الحمل عن باقي الوسائل الأخرى. أقراص منع الحمل عن باقي الوسائل الأخرى إن هي أصلا بتمنع عملية الانقسام الميوزي الأول، يعني بتمنع تكوين الخلايا البيضاء الثانوية والجسم القطبي. يبقى منع تكوين الجسم القطبي الأول ديت صح. طب منع تكوين الجسم القطبي الثاني هي أصلا دي مش بيميزها عن الباقي، علشان اللي بيمنع تكوين الجسم القطبي الثاني كتير. عندك اللولب بيمنع، عندك التعقيم الجراحي بيمنع، عندك الواقي الذكري بيمنع. فديت لهم كلهم منع الحمل بشكل مؤقت. في كتير بيمنع الحمل بشكل مؤقت، الواقي الذكري بيمنعه بشكل مؤقت، اللولب بيمنعه بشكل مؤقت. مفيش الا التعقيم الجراحي هو اللي بيمنعه بشكل دائم. لو منع بشكل دائم هو اللي التعقيم الجراحي، يبقى هو مسؤول. ميزتها ان هي بتمنع حدوث الانقسام الميوزي الاول. طب إذا حدث الطمس عند سيدة في اليوم الأول من الشهر وأرادت هذه السيدة استخدام أقراص منع الحمل، ما اليوم من ذلك الشهر الذي يمكن أن تبدأ فيه استخدام أقراص منع الحمل؟ هي الست ديت جالها الطمس في بداية الشهر وعاوزة تستخدمها، يبقى هي بتستخدمها بعد انتهاء الطمس. والطمس احنا واخدينه على منهجنا من 3 ل5 أيام، يبقى في اليوم الخامس. طب يقولك ايه العمليات الموضحة بالشكل بيؤثر عليها اللولب لمنع عملية الحمل؟ اللولب بيمنع انغماس
البويضة المخصبة داخل بطانة داخل بطانة الرحم. ماشي. انت عندك العملية العملية أ دي تحرر البويض، والعملية ب ديت عملية الإخصاب، والعملية ج عملية تفلج البويضة، والعملية د عملية انغماس البويضة. يبقى هي د. طب يقول لك السؤال 67 بيقول لك الشكل المقابل بيعبر عن التغير في تركيز هرمونات دورة الطمس خلال 28 يوم لسيدة. بتستخدم إحدى وسائل منع الحمل. ادرسه ثم حدد ما هي هذه الوسيلة. مديك الأستروجين والبروجسترون. الأستروجين والبروجسترون طول الفترة هم عندها الهرمونات، وبعد كده قال له بس الفترة اللي هو بعد 21 بعد اهو من عند اليوم 22 وبدأوا يقل. يبقى اكيد البروجسترون اصلا هو المفروض في الحالة الطبيعية اللي هو بيزيد بعد اليوم ال 14. لما الاقي انا البروجسترون زاد في اليوم السادس بقى من بدء الطمس، العاشر من بدء الطمس، الخامس من بدء الطمس، ال 13 من بدء الطمس، يبقى معنى كده اكيد السيدة ديت بتتناول اقراص منع الحمل. طيب إذا علمت أن فيروس الإيدز هو أحد الأمراض المنتقلة جنسيا خلال السائل المنوي أو الإفرازات المخاطية اللي موجودة في المابل، ما وسيلة منع الحمل التي يمكن أن تحمي من انتقال هذا المرض؟ اللي بيحمي من انتقال المرض اللي هو عبارة عن الواقي الذكري. ليه؟ عشان الواقي الذكري ده بيمنع اختلاط سوائل الست مع سوائل الذكر. طب السؤال اللي بعده بيقول لنا ادرس الرسم الذي امامك اللي بيوضح تركيب الجهاز التناسلي لانثى الانسان تم تعقيمها جراحيا. اي الاشكال البيانيه بيعبر عن التغيرات التي تحدث في بطانه الرحم عند هذه الانثى. احنا قلنا ان مفيش اصلا عندك وسيله بتاثر في الموضوع ده غير الاقراص. بقيه وسائل منع الحمل كلها بتعمل عمليه طمس، بتعمل مرحله نضج البويضه ومرحله تبويض ومرحله طمس، هي ما بتاثرش على دوره الطمس. يبقى جميع كل وسائل منع الحمل ما عدا الاقراص ما بتاثرش على دوره الطمس نفسها. دوره الطمس اللي هي النضج والتبويض ومرحله الطمس. مفيش اللي عندك الاقراص بتمنع النضج وبتمنع التبويض بس ما بتمنعش عمليه الطمس. طب سمك بطانه الرحم بيكون ازاي؟ سمك بطانه الرحم بتبدا السمك بتاعها بيقل، بعد كده بتبدا تزيد، وفي مرحله التبويض بيكون عالي. يعني اللي متفق معاها اللي هو كام؟ الرسمه باء. طيب بتعاني احد السيدات من فشل في عضله القلب بيمنعها من حدوث الحمل نهائيا، لما في ذلك من خطر شديد قد يؤدي بحياتها. في ضوء ذلك ما هي افضل وسيله؟ الوسيله اللي هي بقى دائمه وخلاص بدون رجعه، اللي هي عمليه التعقيم الجراحي. طب أجرت سيدة عملية تعقيم جراحي وربطت قناتي فالو، وبعد فترة اتمكنت من إنجاب طفل. يبقى معنى كده أكيد هي عملت طفل أنابيب، علشان طالما هي ربطت يبقى هنا معنى كده إن هم خدوا بقى البويضة من المبيض بتاعها وتم إخصابها بحيوان منوي من ذكرها. بعد زراعة البلاستوسيست في تقنية أطفال الأنابيب، الست هتاخد هرمون البروجسترون، عشان هرمون البروجسترون هرمون الحمل، عشان هو اللي بيثبت الجنين داخل بطانة الرحم. يتكون الجسم القطبي الذي يحتوي على 23 جزيء دي ان، ودي احنا لسه شرحنا قبل كده في حالة أطفال الأنابيب. ده بيتكون فين؟ ده هيحصل في الأنبوبة. يعني ايه؟ يعني بيحصل خارج جسم الست خالص. بيقول لك ادرس الشكل المقابل اللي بيعبر عن تقنية أطفال الأنابيب ثم حدد أي المراحل الموضحة بيصاحبها اختزال لكمية الدي ان ايه اللي موجودة في البويضة. كمية الدي ان ايه اللي موجودة في البويضة بتختزل في حالة واحدة بس، اللي هو في حالة الانقسام الميوزي الثاني. والانقسام الميوزي الثاني ده بيحصل امتى؟ بيحصل لحظة الإخصاب. وامتى حصلت لحظة الإخصاب؟ انت عندك الحالة 2 اللي هو عملية إخصاب البويضة، اللي هي كونت لك بويضة مخصبة، اللي هي هتبدأ ان هي يحصل لها
عملية تفلج، يعني عندك في المرحلة الكام؟ في المرحلة الثانية. أي المراحل بتعتمد على حدوث الانقسام الميتوزي اللي هي البويضة المخصبة علشان تبدأ تتحول لطور البلاستوسيست علشان تقدر نغمسها جوه بطانة الرحم اللي هي المرحلة رقم 3. بيقول لك من الشكل المقابل، ما المدة الزمنية التي تستغرقها العملية السين؟ العملية سين علشان تبدأ له من بويضة مخصبة بتتحط لمدة 7 أيام وبعد كده يتم غمسها داخل بطانة الرحم. طب السؤال 76، من خلال دراستك للشكل المقابل أي مما يلي بيمثل مكان عمل السنتريولان الموجودان بعنق الرحم؟ السنتريولان هيتم عملهم فين؟ هيتم عملهم بعد انقسام البويضة المخصبة، يعني هيحصلوا جوه الأنبوبة بعد عملية الإخصاب، يعني رقم كام؟ رقم 4. طب يقول لك ادرس الشكل الذي امامك واللي بيوضح احدى التقنيات المستخدمه في المساعده على الانجاب. اين بيكتمل جوه برضك الانبوبه اللي هو في رقم كام؟ رقم 2. احنا قلنا فكره اصلا اطفال الانابيب بيكون عباره عن ان احنا بناخد البويضه من مبيض امراه وبعد كده بنقوم جايه مخصبها بحيوان منوي من زوجها. قلنا عند عمليه الاخصاب لحظه دخول الحيوان المنوي لاخصاب البويضه بيحصل انقسام الميوزي الثاني. طيب بيقول لك الشكل المقابل بيوضح طريقتين مختلفتين س وص لعلاج العقم. ادرسوا جيدا اي مما يلي بيميز التقنية س اللي هي الاولانية عن التقنية ص. بيقول لك حدوث الاخصاب داخلي ولا حدوث الاخصاب خارجي ولا عدم حدوث الانقسام الميوزي الثاني ولا عدم نشاط الجسم القطبي عند الاخصاب. في الحاله ديت انت لو بصيت هتلاقي ان هو اللي مدخل اصلا اللي دخل راس الحيوان المنوي جوه البويضه، يبقى هنا عدم نشاط الجسم القمي عند الاخصاب. ما الحاله التي يمكن علاجها باستخدام تقنية أطفال الأنابيب؟ علشان استخدم اطفال الانابيب لازم يكون في مشكله عند الست، ممكن تكون مفيش عندها اهداف فالوب، في عندها انسداد في فالوب، ممكن يكون نقص في عدد الحيوانات المنويه بتاعه الذكر، يعني بيبقى نتيجه غياب الاهداف في قناه فالوب. طب يمكن اثبات في السؤال رقم 80 يمكن اثبات قدره اي نواه كامله العدد الصبغي على توجيه نمو الجنين. ده شوف اهو نواه وتوجيه نمو الجنين من خلال تقنية زراعة الأنواع. احنا خلاص خدناها اللي هي عملية الاستنساخ. طب الشكل المقابل بيعبر عن عملية الاستنساخ. ادرسوا جيدا ثم اجب اي الخلايا الموضحة على الرسم تعتبر أحدية المجموعة الصبغية. البويضة اللي احنا خدنا منها، البويضة اللي احنا حطمناها وخدنا منها الجسم اللي هي عبارة عن الخلية ص بس. طيب إذا أجريت زراعة الأنوية على كل من الضفادع والفئران حتى الحصول على فأر جديد كامل النمو، ما الخطوة التي يمكن الاستغناء عنها عند تكوين فرد جديد من الضفادع؟ الضفادع تكوين أصلا الطريقة بتاعتها تكوين جنين تلقيح خارجي وإخصاب خارجي وتكوين جنين خارجي. المفروض في الفئران بيبقى كله عشان تبع الثدييات بيبقى كله داخلي وتكوين الجنين داخلي. طب في فكرة زراعة الأنوية اللي كله بيكون بره، بس لازم بعد ما انت بتقوم جاي تزرع النواة نحط النواة اللي احنا نزعناها محل النواة اللي احنا حطمناها في بويضة. المفروض بعد ما تصل لطور البلاستوسيست احنا بنرجع تاني نحطها في الرحم، يبقى تثبيت الأجنة في الرحم. طب عند نقل نواة خليط جنين س تحتوي على زوج غير متماثل من الصبغيات، زوج غير متماثل يعني اكس واي، محل نواة بويضة من أنثى ص تم زراعتها في رحم أنثى عين. أي مما يلي يصف الفرد الناتج من هذه العملية؟ يبقى اكس واي، يبقى ده ذكر وهيحمل نفس صفات الخلية الجنينية س. طيب ما الخلية التي يمكن استخدام أنويتها لازم تكون بتحتوي على المادة الوراثية الكاملة، يعني بتكون 2 نون، يبقى خدها من خلية من التوتية أو خدها من خلية جسدية، خلاص بقى ده عادي. الكائن نون بيحصل على الميتوكوندريا من الخلية
بيحصل على الميتوكوندريا من الخلية اللي هي بتبقى عبارة عن البويضة اللي تم تحطيم نواتها، اللي هي مين؟ اللي هي صاد. الكائن نون مادته الوراثية متطابقة تماما مع انه خلية؟ مع الخلية اللي انت واخدها اصلا من ايه؟ من هنا اللي هي لام. لكن ما ينفعش. طب انا ما خدتش دي ليه؟ ما خدتش سين او عين. سين ده نص المادة الوراثية اللي هو نون، وعين نص المادة الوراثية، فاتخدت كلها بقت هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لام. طب من خلال دراستك للشكل المقابل، الفرد رقم 3 الناتج من هذه التقنية يحمل نفس الصفات الوراثية لدى الفرد أو الأفراد هي. أدى الفرد رقم 3. احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا جنين ناتج من تزاوج 2 مع ايه؟ مع 4. جوزنا 2 و4 مع ايه؟ مع بعض. أما خدنا من ده خلية جنينية، وخدنا من ضفدعة بويضة غير مخصبة، وبعد كده زرعنا ديت في ديت وادانا ايه؟ ادانا فرد جديد. يبقى هو هيحمل في صفاته رقم كام؟ هيحمل في الصفات الوراثية بتاعته اللي هو ايه؟ خلايا اللي اتاخدت ايه منها، اللي هو المفروض احنا خدنا من، لا ده جنين اداك ايه؟ اداك رقم 4. ده هو الجنين. معلش يا ولاد انا ما خدتش بالي من السهم. الجنين دهوت انما بقى زي ايه؟ زي 4. فهيبقى صفات دهوت نفس ده، كانهم هم عباره عن توأم ايه؟ متماثل بنفس الصفات الايه؟ الوراثيه. يبقى هيبقى زي ايه؟ 4 فقط. ادرس الشكل المقابل اللي بيوضح إحدى التقنيات المستخدمة لفصل الحيوانات المنوية. ما الطبقة التي يمكن استخدامها؟ إتمام التكاثر بهدف زيادة إنتاج الألبان. إنتاج الألبان يبقى إحنا عاوزين إناث، والإناث بتاخد الصبغ الجنسي إكس. هو مديلك إكس تحت اللي بالأحمر وواي بتبقى فوق. يبقى معنى كده أفضل طبقة إن أنا استخدمها اللي هي الطبقة إيه؟ الطبقة ليه. طب يقولك أي مما يلي بيميز زراعة الأنوية عن التوالد البكري الصناعي. زراعة الأنوية دي خلاص بتعتبر تكاثر لا جنسي، واستخدام الإشعاع. هنا بنستخدم الإشعاع علشان أدمر النواة بتاعة البويضة الغير مخصبة، وهنا بستخدم النواة، بستخدم الإشعاع علشان أقدر إن أنا أضاعف المادة الوراثية أو أضاعف البويضات. جنس الفرد في زراعة الأنوية يا إما ست يا إما ذكر يا إما أنثى. جنس في الضفادع ديت بتبقى عبارة في التولد البكري بتبقى إناث فقط. يبقى هي عبارة عن جنس لا جنس الفرد. بيقول لنا تعرف أحد أنواع الحيوانات الانقراض، ولكن تبقت أنثى واحدة وحيوانات منوية تم الاحتفاظ بها في بنك للأمشاج. وقام فريقين من العلماء بإجراء التجارب الموضحة بالشكل. ما جنس الأفراد الناتج؟ ديت أدى حيوان منوي راح خاصة بالبويضة، وبعد كده جت خدت اللي هو طور البلاستوسيست، وبعد كده تم زراعتها في رحم الأنثى. وبعد كده احنا خدنا خلية جسدية من الأم وجبنا بويضة غير مخصبة وحطيناها، والمهم ان احنا زرعناها في رحم الأنثى صاد. طب بيقول لك بقى ايه هي الحالة ديت اصلا خلية جسدية من الأم وهتبقى نفس صفات، يبقى ديت ايه؟ كده اكيد هتكون ايه؟ أنثى. لكن في الحالة ديت ممكن تكون عبارة عن أنثى وممكن تكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ذكر. يبقى س ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، وصاد هتبقى عبارة عن ايه؟ وصاد هتبقى عبارة عن أنثى فقط. طب السؤال اللي بعد ده بيقول لك ادرس التقنيتين الآتيتين ثم أجب. ما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه التقنيتين ألف وب على الترتيب؟ إنتاج التقنيتين الأساس العلمي اللي بتعتمد عليه التقنيتين ألف وب. فبالنسبة للتقنية ألف اللي هي الخلية الجسدية في ديت اللي هي زراعة الأنسجة، الخلية الجسدية المحتوية على المعلومات الوراثية الكاملة يمكنها النمو وتكوين فرد كامل، بس إذا وضعت في وسط غذائي شبه طبيعي. طيب في ديت بقى في زراعة الأنوية اللي هي قدرة النواة المزروعة على توجيه نمو البويضة الغير مخصبة. طب إنتاج بيقولك في ديت
طب هو بقى بيقول لك عاوز الاساس العلمي انتاج سلالات جديده اكثر تطورا، اكيد لا، علشان الاتنين يعتبروا تكاثر لا جنسي. الخلايا التناسليه نشطه سريعه الانقسام برضك لا. انويه الخلايا الجسديه، ايوه هنا وهنا انويه الخلايا الجسديه بتحتوي على المعلومات الوراثيه الكامله. تعرضت ذكور احدى سلالات الثدييات لمرض وبائي خطير يؤدي إلى موته. أي التقنيات التالية يمكن اللجوء إليها لضمان عدم انقراض الذكور بمرور الزمن؟ يبقى أحسن طريقة إن احنا نعملها نعمل زراعة الأنوية. طبعا زراعة الأنسجة ديت بتتم فين؟ بتتم في النباتات. بنوك الأمشاج إن أنا بعينها، بس بعد كده إن أنا باخدها تولد بكري. التولد البكري ديت بيكون الناتج بتاعه بيكون عبارة عن إناث فقط. طب احنا دلوقتي اللي باقي معانا اسئله اللي هي اسئله المقال، يبقى ان شاء الله بقى في علشان خلاص انا صايمه اصلا وما عدتش قادره، فان شاء الله بقى في اي يعني الحصه الجايه ممكن اعمل لكم نصايه اشرح فيها المقالي وخلاص. والسلام بقى يا شباب.